انت تعرف ان قطر هتدخل التاريخ من اوسع ابوابه، مش بس عشان هي اول دولة عربية تستضيف نسخة كاس العالم. في 6 حاجات عظيمة جدا عملتها قطر من حق اي واحد عربي او مسلم تحديدا ان هو يفتخر بيها. رقم 6 انا شخصيا والله ما كنت مصدقها. اول حاجة عظيمة عملوها انهم علقوا في الملاعب احاديث نبوية عشان يعرفوا العالم كله عظمة الإسلام والمسلمين وإن إحنا دين محبة وسلام. الحاجة التانية إنهم جابوا مؤذنين وأئمة أصواتهم جميلة جدا ووصلوا مكبرات صوتية في الملاعب، عشان في لعيبة كتيرة جدا وناس من الجمهور محرومين من صوت الأذان والقرآن. حتى إن في مسؤول إنجليزي قال إن ده أحسن صوت هو سمعه في حياته، وكان صوت الأذان في الملعب. شيل بقى بالعظمة. ورقم 3 تم استدعاء أكبر داعية إسلامي في العالم الدكتور ذاكر نايك حفظه الله. أنا دايما كده بسميه الكمبيوتر البشري، من أعلم الناس اللي شفتها في حياتي وأكثرهم إقناعا، عشان يدي محاضرات دينية خلال فترة كاس العالم. تم توزيع ملايين الكتب بجميع اللغات اللي بتتكلم عن عظمة الحضارة الإسلامية اللي أثرت في العالم كله وكان السبب في تقدم العالم. خشيلي بقى بالتقيل، منعوا التدخين والكحول والحاجات المحرمه دي كلها في الملاعب. رقم 6 اللي كلكم مستنيينه، وانا شخصيا مستغرب ازاي ده حصل لحد الان، ان المنتخب الالماني جاي يتبختر كده في المطار والطياره بتاعته متعلق عليها علم الناس اللي ما يتسمم اللي انتوا عارفينهم، عشان يتفاجئ ان قطر ترفض استقباله، فيضطر ان هو يرد المطار عمان عشان يرجع بطياره تانية مش عليها الشعار ده. وفي النهايه احب اقول لاهل قطر ان انتم قدمتم صوره مشرفه جدا للاسلام والمسلمين من خلال كره القدم، تستحقوا انكم تدخلوا التاريخ في حي الله قطر وحكامها.